يا مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. قاعدة زهقانة لا بيا ولا عليا، ولقيتني كده عايزة اكل حاجة مسكرة. قعدت ادور ادور ادور، ملقيتش عندي حاجة مسكرة. عايزة حاجة اكلها حالا، مش لسه هعملها. فلقيت عندي شوية فشار كده. قلت ايه، انا هعمل اختراع جامد جدا جدا. كنت اكلته قبل كده بره وغالي جدا. البوكس اللي قدامكم ده كنت اشتريته ب50 جنيه. معانا هنعمله يعني ابو 10 جنيه، ممكن يتعمل على مرتين، يعني ما كلفش عليا إيه 5 جنيه. تعالوا هقول لكم هنعمله ازاي. عندك كوباية سكر في البيت، عندك شوية فشار، تعالي نعمل احلى فشار بالكراميل عندك بأبسط الطرق. ولادك هيتبسطوا بيها جدا جدا جدا. تعالوا نبدأ بقى مع بعض ونشوف عملناه ازاي. تعالوا اوريكم الاول القرمشة بتاعته. بصوا عاملة ازاي، شايفين الجمال. بصوا. مم. فظيع. تعالوا نبدأ بقى مع بعض ونشوف عملناه ازاي. هنجيب حلة نحطها على النار تسخن، وبعدين هنحط عليها شوية زيت صغننين مش كتير. وبعدين هننزل بقى بالذرة بتاع الفشار. ونقلب نقلب نقلب، نخلي كله يتمزج كده مع بعضيه. نسيبها شوية ونقلب تاني، ونسيبها شوية ونقلب تاني، ونفضل كده في التقليب المستمر كده لحد ما لونها يبدأ يغير. ونقلب نقلب، نفضل في التقليب المستمر كده كده. هندوق مع بعض احلى فشار بيتباع بره برقم. ونفضل برضو نقلب 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 عشان كله يبدأ يتحمص كده من النار. تقليب مستمر مستمر، نفضل نقلب 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 كده مع بعض. اللون بدأ يغير، وبدأنا نشوف الفشار بدأ يفشر اهو معانا. اول ما نلاقيه بدأ يفشر كده معانا، نروح مغطيين عليه. وهنا نجيب طاسة تاني صغيرة نحطها على النار، ونحط عليها في حدود نص كوباية سكر او مج صغير، ونبدأ نقلب 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 لحد ما نكرملها، يبقى متكرمل كده. نسيبه لما يتكرمل كده. وهنا في التقليب المستمر شايفين السكر بدأ يكرمل اهو معانا، بدأ يكرمل. واحنا في التقليب المستمر نقلب نقلب نقلب، نفضل نقلب نقلب نقلب. انا عايزه اوريكم القوام بتاعه. احنا هنفضل برضو نقلب فيه كده لحد ما يكرمل كله معانا. وبكده السكر بدأ ان هو يبقى مكرمل بقى اهو، وهو ده القوام المطلوب بتاعه. لسه بس فيه شويه مكرملوش معايا. نبدأ لحد ما يوصل للشكل النهائي بتاعي اللي انا عايزاه، ان هو يبقى كريمي خالص من غير اي تكتلات سكر. وبكده نكون جهزنا معانا الكراميل، ووصلنا للقوام المظبوط اللي احنا عايزينه. هنمسك بسرعة بسرعة الكراميل ونروح على الحلة بتاع الفشار. انت كده خلاص.
وننزل بالكراميل كده بسرعة بسرعة، ونبدأ نقلب 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 وهو سخن معانا، عشان المزيج كله ياخد من الكراميل ويتجانس معانا وكله يشرب من الكراميل. ونقلب نقلب نقلب ونفضل نقلب فيه لحد ما كله يتماسك، كله في شرايط يمسك في الكراميل اهو. شايفين كله كده بدأ ايه يشرب من الكراميل بتاعنا وهو سخن في الحلة كده اهو. كله بدأ يشرب من الكراميل. بصوا بصوا الجمال، شايفين الجمال بجد، ريحته فظيعة. شوية فشار كده، نكون خلصنا الفشار. ونبدأ بقى ننزله معانا، نبدأ بقى ننزله هنا عشان يبرد. نبدأ ننزله يبرد في الصينية البايركس دي اهو، يبرد كده معانا علشان يبدأ ايه بصوا. هو اول ما بيبرد بيبدأ ايه يفك من بعض. هو سخن بس شوية، لكن هو اهو يبرد بس شوية وكله بيفك تاني من قلب بعضه. ده احلى فشار بالكراميل ممكن تدوقوه بصراحة. انا مش قادرة اقاومه، بحبه جدا. فظيع. نبدأ بقى، هو كده يعتبر خلاص برد، بنمسكه نقدمه اهو، بيتفك اهو. خلاص الكراميل مسك فيه، شايفين الكراميل اهو، الكراميل مسك فيه اهو. نبدأ بقى نفكك واحدة واحدة كده اهو من قلب بعضيه كده. برد والكراميل مسك فيه اهو، شايفين. نبدأ بقى بيفك اهو واحدة واحدة، بيفك من بعضيه اهو. بجد العلبة بتاع الكراميل دي على الفشار دي بره غالية جدا، يعني يعادل 50 جنيه اهو. بصوا ب10 جنيه عملنا قد ايه. شايفين الكمية اللي عملناها. بصوا، عايزة حاجة مسكرة كده بجد روعة، بجد روعة.